السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ عملت النهارده بقى طريقة الكسكسي بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة من غير ما ياخد منك اي وقت. عملته بالفراخ النهارده يا جماعة، بس تحفة، طريقة جميلة وطعمه رائع. ده الجاهز يا جماعة، انا هعمله لكم النهارده جاهز، وفي فيديو تاني هعمله لكم بطريقة من الالف للياء، وهعرفكم ازاي بتعمليه لحد ما تيجي تطبخيه. شوفوا الجمال بقى ده والحلاوة دي. عملته بالخضار والفراخ، بس طعمه لذيذ وحاجة كده من الآخر. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة بقى احنا بنجيب معانا الفراخ الأول، بنبدأ الأول نشوحها، مش هياخد منك أي وقت خالص. جبت فرخة كاملة وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت حلة ونزلت كده بالفراخ، اديتها صدمة كده الأول. بعد كده هنزل بقى بطماطم وبصل، حوالي عن بصلتين وطماطمية كبيرة وورق لورا، وحطيت برضو حبهان ومستكة وفلفل اسود وبهارات فراخ، كل ده معلقة صغيرة. هقلبها كده مع بعضها، تندمج مع بعضها كده وتختلط بالبهارات. وبعد كده هغطي عليها واسيبها بقى وهدي عليها البوتاجاز لحد ما تتشوح معايا خالص تمام. اتشوحت معايا كده، من الوقت للتاني هفضل ايدي فيها كده واقلبها عشان تاخد كده نص سوا كده قبل ما نزودها المية بتاعتها. هضيف لها الملح، معلقة من الملح او معلقة ونص كده عشان نظبط الملح بتاعها. الفراخ كده بقت نص سوا كده، يعني خلاص دخلت في السوا بتاعها. هبدأ انزل بقى بالخضار بتاعي. الخضار بتاعي عبارة عن بطاطس وجزر وكوسة، بس كل ده يا جماعة ما احناش بنقطعه تقطيع يعني رقيق، احنا بنعمله تخين بالشكل ده عشان يستحمل معانا السوا ما يتهرش معانا. يعني البطاطاية بنقطعه مكعبات تخينة، والكوسة برضو نصين، والجزر برضو نصين كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت كده بالخضار بتاعي، وهديله بقى تشويحة حلوة كده مع المية بقى المغلية في الكاتن، هنزود بقى بيها. هنبدأ نزود. بعد كده بقى هسيبها تغلي بقى لحد ما تستوي معايا تماما والفراخ تستوي تماما. هغطي عليها واسيبها لحد ما تستوي تمام. بعد كده بقى هجيب طاسة على النار، وهنزل بقى بمعلقتين من السمنة او الزبدة المتاحة عندك. هديله تسخينة كده ويفك خالص. هبدأ انزل بقى بالكسكسي بتاعي. الكسكسي ده يا جماعة جاهز، انا جايباه من السوبر ماركت. لو انت مستعجلة يعني هقولك على طريقته، يعني اللي انت تعمليها كده. الطريقة دي سهلة خالص، مش هتاخد منك اي وقت. هبدأ بقى اقلب الكسكسي كده في السمنة او الزبدة لحد ما اغلفها كلها تماما، وتشرب السمنة بتاعتي كده معايا تماما بالشكل ده. ادتني لمعة حلوة كده واتغلفت خالص اهي. بعد كده بقى هزود الشوربة بقى شوية بشوية كده.
كبشتين بكبشتين كده لحد ما يستوي معايا خالص تماما، وايدي فيه برضو واقلب. كل ما اشوف ما يعوز معايا شوربة ازوده، اديله كبشتين بكبشتين كده. لحد ما احس اللي هو كده بدأ يعني يفشر من بعضه كده ويستوي خالص. بدأت ازود تاني برضو شوربة لحد ما يستوي خالص تمام. طريقة سهلة خالص وبسيطة. استوى معايا خالص اهو، بدأ يفشر من بعضه خالص. الحباية بتاعته بقت حلوة كده، وبقى مفرفر معايا كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يبقى كده جاهز على التقديم. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا وهنبدأ نقدمه بألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال ده. شوفوا جميل ازاي، وطعمه كمان خطير. معمول بقى بشوربة الفراخ بس جميلة، وممكن شوربة بط كمان. هبدأ بقى احط الخضار بتاعي. هحط بقى الكوسة بتاعتي. شوفوا بقى لما انا حطيتها بقى من ما استهرتش ازاي، يعني نصصتها كده ما قطعتهاش. كل حاجة كده مش مستوية قوي، يعني مش مهرية قوي. بدأت ازين بها الشكل بتاعي كده. وهبدأ بقى اجيب الفراخ بتاعتي برضو. لو عندك اي فراخ بقى، لو صدور فراخ كمان متقطعة بتحطيها، وبتبقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بتقدميه بألف هنا وشفا ليا وليكم بالجمال والحلاوة دي. طعمه رائع يا جماعة، حاجة كده تحفة وطعمها رائع. طعمه جميل خطير. لايك وشير لو عجبك الفيديو.